ممكن تجيب لي بنتي علبة لبن بال10 جنيه دي لو سمحت؟ لبن ايه ب 10 جنيه؟ في لبن ب 10 جنيه من دول؟ اللبن اللي هو بيبقى عندك بتاع بنتي لسه مولودة لبن البودرة بتاع اللي بيرضعوا ده؟ اه هو مش ب 10 جنيه؟ اديني حتى شوية في كيس بالله عليك. ما هو مش بيبقى بالعلبة عشان الصلاحية. طب صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. عارف في بيبقى معلقة صغيرة كده، حط لي معلقة في ورقة بس وانا اديها مش هي. بالله عليك عايز اكل بنتي لسه وانت مولودة بتشتغل ايه او منين؟ هي علبة اللبن بكام؟ 310. معلش حاول تاخد ال10 جنيه بالله عليك وهات لي بقى اي لبن. هو علبة 300 جنيه فانا اجيب لك 10 جنيه يعني. صعب. 300 جنيه؟ اه. انا حتى لو كنت اشتغلت ما كنتش هجيبهم. انت اصلا بتشتغل ايه؟ انا كنت عايز ادور على شغل، انا موقف شغل بقالي شويه حلوين. اه. فمحتاج بس بالله عندك عليك. كام سنة بقى؟ عندي 26. اه. وانت كان عندك كام سنة جبت لها لبن؟ لسه مولوده بقالها شهرين. طب دكتور فارس معلش هات لي اللبن اللي عندك الازرق ده. على فكره والله انا مش شحات، انا ابن ناس بس هو لا سهلة سهلة واحد ما تقلقش. حط لي بس معلقه في ورقه ما عادي. تقلقش. طب دي علبه كامله، انا بقول لك عايز بس شويه ب 10. خلاص ولا اي حاجة واحد يا غالي ما تقلقش. مش فاهم حاجه. ازاي بقى؟ ازاي يا دكتور سعادتك في الجنان؟ ما تشغلش بالك انا هتفهم معايا ما تقلقش. لا انت كده فاكرني شحات لا يا عم سهلة اي وقت بعديهم. طب بص تاخد الساعه ولا الخاتم؟ ولا اي حاجة خالص. خد الساعه لا لا ولا معايا 10 جنيه خاتم حتى ما تقلقش الموضوع خلص. ولا ال10 يا عم جنيه؟ واحد. انا والله ما عارف اقول لك ايه. ما تقلقش والله. انت اي وقت لما ربنا يفتح عليك تعالى عدي. هي العلبه دي غاليه شكلها. يعني ما تقلقش واحد يعني 10 جنيه ربنا يبارك لك. حبيبي. يعني دي ب 10 جنيه؟ او 10 جنيه. انت بتتكلم بجد ولا انت بتتريق يا عم ما عليا؟ تقلقش واحد. انت منين؟ انا منصور. من المنصورة؟ انت اجمل دكتور شفته في حياتي. حبيبي. ربنا يكبر بخاطرك. ربنا يصحى لك ويرزقك رزق بنتك. ان شاء الله انا هشتغل ولما اجمع حقهم اجي اديهم لك في برضه. اي وقت واحد يا غالي. سامح لي؟ صرفك كده. اقلع الساعه تاخدها طيب؟ لا لا ولا اي حاجه. ما تقلقش الساعه غاليه والله. عارف والله ما تقلقش واحد. انت جميل قوي. حبيبي. طب صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. هسألك سؤال بس وترد عليا. بالله عليك انت عمرك شفتني قبل كده؟ لا. قابلتني قبل كده؟ ولا اول مره خالص. طب انت متهيألي عينك جت على المحفظه والتليفون اللي في ايدي من ساعتها. انا اسمي اسامه الحداد، مش عارف انت عارفني ولا لا، بس انا مذيع على الفيسبوك وعلى تيك توك وعلى اليوتيوب. اسمي فاعل خير. اهلا وسهلا. فدي تجربه اجتماعيه انسانيه، بنشوف الناس الجميله اللي زي حضرتك، عشان في ناس ما عادتش قادره تجيب علبه اللبن دي. فعلا غليت بس ما فيش دكاتره بيبقى عندهم رحمه بصراحه. هو كل واحد احسن امكانياته برضه. كل واحد يعني حسب طبيعته وحسب طريقته. بس انت ربنا ممكن يكون يعني بعتك للناس الجميله اللي ما معاش عشان انت تساعدها. فانا واحد زي انت عملت معاك كده، اكيد ربنا بيبعت لك ناس بتعمل معاهم اكتر من كده. فانت ربنا يبارك فيك ويبارك كل الدكاتره زيك. يا رب. ربنا يحفظك حبيبي. واهلك وكل الناس قاعده تدعي لك دلوقتي. خد لبن ولا ايه؟ ايه؟ خد لبن بقى. لا ما انا مش عاوزه، دي تجربه اجتماعيه، انا بصور كل اللي حصل ده اتصور. يا عمي تقول. طب ما هو المشكله ان الناس دلوقتي قاعده تدعي لك. يعني انت عارف ان انت اصلا لايف دلوقتي؟ اصلا مش عارف. لا. ربنا يبارك فيك. يا رب حبيبي. والدكتور فارس كان مستغرب. لا يا عم ما تقلقش سهله يعني. موافق ان انا ازيع؟ مش اي مشاكل؟ مفيش أي مشاكل. تاخد ال10؟ لا لا ولا اي حاجه. ربنا يبارك فيك. حبيبي. ماشي، عاوز اي حاجه؟ تسلم. مع السلامه. مع السلامه.